عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من اوضه المليونير. ازيكم؟ الحقيقه احنا شفنا ناس كتير ورد فعل كبير على الحلقه بتاعت الشانسن كارتا. فريد انا وفريد فكرنا ان نعمل حلقه المره دي عن الاوس بيلدونج او التدريب المهني في المانيا. والتدريب المهني في المانيا او الاوس بيلدونج هو ليه انواع كتير، وانتوا عارفين ان هنا اي شغلانه حتى لو كانت بسيطه هي برضو بتحتاج نوع من انواع الدراسه عشان الواحد يقدر يعملها. ففي فرص كتير جدا في موضوع الاوس بيلدونج ده، وان الواحد يجي هنا ويلاقي فرصه اوس بيلدونج. عشان تقدم على الاوس بيلدونج في المانيا في طريقتين. اول طريقه ان انت تقدم من بلدك، ودي ليها بعض الشروط. اولا لازم السن يكون من 18 ل 25 سنه. تكون حاصل على مؤهل دراسي، بمعنى اصح ان انت تكون مخلص ثانويه عامه. ممكن كمان تكون مخلص دبلوم. اهم حاجة بس ان انت الشهادة بتاعتك يكون معترف بيها في المانيا. تالت شرط ان انت تكون بتتكلم الماني على الاقل B1. ورابع شرط ان انت يكون عندك شهادة صحية ان انت بصحة جيدة ان انت تقدر تعمل التدريب ده. وخامس حاجة ان انت تعمل حساب بنكي مقفول. اما بقى الطريقه التانية اللي الواحد ممكن يعملها عشان يلاقي اوس بيلدونج او يقدر يلتحق باوس بيلدونج هنا او تدريب مهني في المانيا، هو ان انت عندك في حاجه اسمها فيزا البحث عن اوس بيلدونج. وفيزا البحث عن اوس بيلدونج دي هي حاجه تشبه شويه فيزا البحث عن عمل او التشانسن كارت اللي احنا اتكلمنا عليها، بس هي فيزا لمده 6 شهور بتاخدها بحيث ان انت تقدر توصل هنا المانيا وتقدر تقدم على الاوس بيلدونج اللي انت عايزه او الليستة الاوس بيلدونجز اللي انت او التدريب المهنيه اللي انت بتدور عليه. طيب، ايه شروط بقى ان انت تاخد فيزا البحث عن اوس بيلدونج؟ الشروط هي تفرق شويه عن التقديم على الاوس بيلدونج ده من بلدك. فهي مثلا انت السن المسموح ان انت تقدم فيه على او تقدم فيه على فيزا البحث عن اوس بيلدونج ده هو من 18 ل 35 سنه. برضو بيحتاج منك ان انت يكون عندك مؤهل دراسي معترف بيه، ثانويه عامه او دبلوم، شهاده بي اينز. ولو تلاحظوا يعني موضوع البي اينز او البي 1 شهاده الالماني دي بتتكرر في كل الطرق وات ايفر، يعني اي طريقه انت عايز تيجي بيه هنا لازم اللغه شيء مشترك ومهم زي ما قلنا كده وبنقول كده طول الوقت. تأمين صحي يغطيك الفترة اللي انت تبقى موجود فيها، بلوكت اكاونت او حساب مغلق او الايكويفالنت بتاعه او المساوي ليه اللي هو حد يعمل لك سبونسرشيب او ضامن مالي لازم يكون موجود. برضو شهادة صحية بتقول ان انت قادر على ان انت تشتغل الشغلانة اللي انت بتدور عليها دي او اللي انت بتبحث عن الاوس بيلدونج فيها. واخيرا لازم يكون في خطه بحث عن اوس بيلدونج. دي حاجه من الاوراق اللي انت بتقدمها وانت بتقدم على الفيزا. يعني تكتب خطه كده، انت بتدور على اوس بيلدونج في ايه، هتدور فين، ايه الشركات المحتمله ان انت تقدم فيها عشان تاخد اوس بيلدونج فيها، وهكذا. في اخر الفيديو ده هنقول لكم على على اللينك اللي ممكن تدخل عليه وتشوف ايه الاوس بيلدونج الموجوده، تعرف معلومات اكتر عن الاوس بيلدونج الموجود في السوق وايه الطلب الاكتر على اي نوع من انواع الاوس بيلدونج. وايه هي الاوراق المتخصصه اللي مطلوبه في كل اوس بيلدونج، لان في بعض المجالات بتبقى طالبه حاجات مختلفه اكسترا او مختلفه شويه مختلفه شويه. مختلفه شويه بالظبط. بالظبط. هو ايه الفرق يا فريد بين الاوس بيلدونج والدراسه في الجامعه مثلا؟ الدراسه في الجامعه بتكون دراسه نظريه. يعني انت بتروح الجامعه بتدرس مواد في الجامعه زي اي جامعه. بس ما بتشتغلش بايديك، ما بتاخدش خبره عمليه. وده الفرق في الاوس بيلدونج، ان انت بتشتغل في مصنع او بتشتغل في مستشفى او بتشتغل في اوتيل، ايا كان الاوس بيلدونج اللي انت بتعمله. بتشتغل عدد ايام معين، وبعد كده بتروح عدد ايام في المدرسة تاخد النظر. طيب، وهي مده الاوس بيلدونج ده قد ايه اصلا؟ والله هو على حسب الاوس بيلدونج. في حاجات بتبقى سنتين لثلاث سنين. الاوس بيلدونج اللي بيقعد لحد 3 سنين، انت ممكن لو انت بتعدي كل الامتحانات بتاعته بدرجات كويسة، والشركة اللي انت بتعمل فيها الاوس بيلدونج بتدي فيدباك
كويس، فانت تقدر تقدم طلب ان انت تقلل الاوس بيلدونج 6 شهور، يعني تخلصه في 2.5 سنين وتعمل الامتحان النهائي بعد 2.5 سنين. طيب وهل انا اقدر بعد الاوس بيلدونج ده، هو طبعا يعني السؤال مجاوب نفسه تقريبا، هو اقدر بعد الاوس بيلدونج ده اقعد في المانيا؟ ف بالظبط. الإجابة بنسبة منطقية. كبيرة بعد ما بتخلص اوس بيلدونج لو انت شاطر، معظم الشركات بتقدم لك عقد عمل ان انت تكمل معاها. ولو مش هتكمل معاها بيبقى عندك فرصة ان انت تشتغل في السوق وتغير الفيزا بتاعتك من فيزا اوس بيلدونج لفيزا اقامة. كل حاجة هنا تقريبا أي شغلانة حتى لو بسيطة هي ليها أوس بيلدونج. بالظبط. بس مش كل الشغلانات فيها نقص فيها نقص يعني، في ناس بتعمل كتير اوس بيلدونج بسهولة، وفي اوس بيلدونج صغيرة وحاجات من دي، فالناس بتلاقي شغل فيها اكتر، والناس بتفضلها عشان تنزل سوق العمل على طول. لكن في طبعا نقص كبير في حاجات مثلا زي منهم التمريض. لو كنت بالظبط. اتفرجت على في الفيديو الفيديو بتاع بتاع شانسن كارتا كنت تشانسن هتعرف كارت. كده. وده منهم، دي حاجة مطلوبة جدا يعني. تمريض، الاي تي، الاوتيلات محتاج عمالة كتيرة جدا، وفي فرص كتير جدا للاوس بيلدونج في الاوتيلات. في مجالات كتير بصراحة في نقص، ومحتاجين ناس تعمل اوس بيلدونج وتدخل سوق العمل. وفي النهاية عايز تشوف كده هو ايه المتاح، ايه الدراسات المتاحة، الاوس بيلدونج المتاح في السوق، وايه اكتر اوس بيلدونج محتاجينه هنا وكده، بان انت تدخل على الموقع اسمه ausbildung.de. هنكتبه لكم برضو في في الديسكربشن، الديسكريبشن بالظبط. وتقدر تعرف معلومات اكتر. هو انت مثلا الاوس بيلدونج ده ايه المطلوب، واحد اتنين تلاتة، وتبتدي تبني الخطة بتاعت، يعني من الاخر كده بصراحة انا رأيي الشخصي كويس جدا ان انت تعمل خطة بحث عن اوس بيلدونج. انت عايز تعمل ايه، حابب تشتغل في ايه، وايه ايه اللي ليك مزاج فيه يعني في الشغل، وان انت هتبقى مستمتع بيه ازاي. وتكتب كده الخطة بتاعتك، وتشوف من خلال اوس بيلدونج دوت دي ايه ده هو ايه المجالات المفتوحة، وتبتدي تعمل خطة لنفسك. حتى لو انت مش هتقدم على البحث عن فيزة البحث عن اوس بيلدونج، وتقدر تقدم على طول من مصر او من اي بلد عربي. لان مثلا سنك من 18 ل 25 زي ما قلنا. لكن بالظبط. كويس ان انت يبقى عندك خطة، يعني دي حاجة مهمة جدا. بس حبينا نقول لكم قصة الاوس بيلدونج دي. وازاي ولو تقدر تقدم، وازاي تقدر تيجي وتشتغل ويبقى عندك فرصة ان انت تاخد اقامة مفتوحة او تقدم على الجنسية جنسية في الاخر الالمانية. يعني. بالظبط. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليكم ان شاء الله، نعمل سيرش ونرد عليكم، ويا ونشوفكم المرة ريت ما الجاية. تنسوناش الشير باللايك لايك والشير. صح كده. بالظبط، ونشوفكم المرة الجاية. سلام. سلام.